السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي آنساتي سادتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من أهلاوي أمريكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين آمين. طبعا حضراتكم شفتم الماتش وماتش الزمالك على فكرة لسه خلصان دلوقتي، وانا عايز اسال سؤال لكل الفرق اللي بتلعب قدام الزمالك. اشمعنى انتم ما بترصوش اللعيبه بتاعتكم ورا زي ما بتعملوا مع النادي الاهلي؟ انا مش فاهم ايه الحكايه دي. هي نفس الفرق اللي بتلاعب النادي الزمالك هي لعبه النادي الاهلي، تكتيك مختلف تماما. انا مش فاهم ايه يعني. انت يعني مستقلين بنادي الزمالك ولا مثلا عايزين تفتحوا اللعب علشان الزمالك يغلب؟ وانا مش فاهم ايه الحكايه دي. يعني هو الراجل المتحكم في الرياضه ده مدي اوامر ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. انا يعني ايه الحكايه؟ يعني فاكرين الزمالك يعني مش هيجيب جوال؟ الاخطاء التافهه الساذجه اللي بيقع فيها مدافعين ما يوقعش فيها او ما يعملهاش مدافعين درجه رابعه. بدل ما يطلع الكرة ويشتتها بيوقفها لمهاجم الزمالك. انا مش فاهم يعني. اجوان اللي بتخش في الفرق المنافسه للزمالك اجوان سكاويلو. يعني انا مش فاهم ايه حكايه الناس دي. انا مش فاهم والله العظيم. يعني حاجه غريبه جدا، ظاهره فعلا يعني تستحق الانتباه. وربنا الايام اللي جايه هتبين حاجات كتير قوي. بالنسبه لمدرب النادي الاهلي ريبييرو، انا قلت في حلقه سابقه اول ما جه الراجل ده، والناس اللي متابعاني هتفتكر، وانا قلت الراجل ده مش داخل دماغي خالص. يعني الكتاب بيبان من عنوانه، والبوادر ما كانتش يعني مطمئنه او مبشره. فانا مش فاهم ازاي لاعب سابق وله درايه بكره القدم زي كابتن الخطيب ما شافش الحكايه دي. اولا في خبر طالع مصيبه، بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ الاهلي جاب ريبييرو علشان ريبييرو رخيص. طيب الاهلي مش ما جابش ريبييرو علشان ريبييرو بس رخيص، لا، علشان الاهلي كان عارف ان كولر كان هيمشي، ولما يمشي الراتب بتاعه هيستمر، لان في مشكله في واحد افندي او انسه ما شافتش، او مدام ما شافتش او ما شافش او ما ترجمش العقد كويس، وما شافش يعني ما خطأ يعني قانوني. وكما كانوا عارفين ان هيستمروا في دفع مبلغ لكولر، فبالتالي هو جاب الرخيص. طيب دي مصيبة سودة، دي مصيبة سودة. يعني انت عارف وما قلتش لغاية لما الحكاية اتعرفت. دي اول حاجة. الحاجة التانية، انا عايز افهم، انت بتسترخص ليه يا كابتن خطيب؟ هي دي فلوسك؟ هي دي فلوسك ولا فلوس النادي الاهلي؟ انت مش المفروض تروح تطلع وتجيب وتدور وتجيب احسن المتاحين في حدود الميزانيه بتاعتك؟ انا ما بقولكش روح جيب واحد وادفع له 5-6 يورو، 6 مليون يورو، لا، انا ما بقولكش الكلام ده. وبعدين انا مش فاهم يعني، لو خيروك دلوقتي بين عماد النحاس وريبييرو هتختار مين؟
والفكرة ان انت مش عايز تحاسب بالقطعة، وان احنا لسه بدري ازاي؟ ده هو لعب دلوقتي 6 ماتشات 7 ماتشات دلوقتي، باعتبار ماتشات كاس العالم هو اللي قدرها. ما فاتش الا في ماتش واحد يا راجل. ده مش بالقطعة بقى، ده هم 6 قطع اهو، والكتاب بيبان من عنوانه. انا مش فاهم انت ازاي صابر على البني ادم ده انت يعني سيد العارفين، ما انتش محتاج حد يقول لك التكتيكات ايه واللي المفروض يحصل ايه. انا امبارح دخلت، يعني كان عندي شغل، فشفت الجزء الاخير من الشوط الثاني. اول ما فتحت صدمت، لقيت زيزو بيلعب على الناحيه الشمال وبن شرقي بيلعب على الناحيه اليمين. لطمت، قلب الملعب ليه يا ابني؟ الواحد بيقلب الملعب عشان مثلا بيهربوا الجناحين، بيهربوا من الرقابه، وبيقلبها عشان يبقى لما بيكون اللعب فيه سجال. انما انت عندك حيطه ورا، حيطه شمال ورا، حيطه في الشمال حيطه وفي اليمين حيطه، يعني المراقبه يعني دفاع منطقه. فانا مش فاهم انت بتعمل ايه. وبعدين راح مطلع بقى ايه مفاتيح اللعبه في النادي الاهلي. هو انا عارف ان بن رمضان كان عنده يعني اشتكى من العضله الخلفيه اعتقد، ودي حاجه برضو انا مش فاهم ازاي يعني متكرره. وانا اعتقد ان الدكتور جاب الله قعد مع الاخصائي وتفاهم معاه اعتقد، او كان بينهم اجتماع، ويعني اتفقوا ان هم يقللوا الاحمال شويه عشان اللعيبه دي ما تصابش. بس تنزل كوكا ليه؟ تطلع بن شرقي ليه؟ اللاعب الوحيد اللي عنده القدره ان هو يفوت من 1 و2، وطلع تريزيجيه ليه؟ ما كانوش تعبانين يعني. وتنزل كوكا اللي لا بيعرف يستلم ولا بيعرف يباصي ولا بيعرف يرقص ولا بيعرف يدافع ولا بيعرف يهاجم. انا مش فاهم بيلعب كرة ازاي ده، وعايزين تجددوا له ليه؟ وبعدين اللاعب اللي بقى اللي ينقط، اللي هو ناقط الاهلاويه اللي هو الشحات، اللي بيشحت كوره. الراجل اللي بدل ما يباصي بيشوط، وبدل ما يشوط بيباصي وما بيدافعش، وله عين وجباير يطلب المساواة بالفئة الأولى الممتازة. طب على إيه يعني؟ هدي لك فلوس على إيه؟ ده المفروض أخد منك فلوس. أنت المفروض تدفع لي فلوس عشان تلعب كورة. احنا بنلعب ناقصين لما انت بتكون هنا. احنا السنه يعني اخر الماتش احنا كنا بنلعب 9، لا كوكا معانا ولا الشحات معانا. وبدل يعني انت عندك دلوقتي المفروض يبقى يعني تبقى عندك كثافه في يعني دفاع متكتل، يبقى انت لازم تعمل كثافه عدديه في منطقه الجزاء، تنزل مدافعين مهاجمين 2، ما انت عندك 2. راح مطلع واحد وراح منزل التاني. طب ليه يا ابني؟ وبعدين الكابتن الخطيب يقول لك ان اديله فرصه، احنا لسه في اول الدوري بيكسب في اول في مبادئ الدوري، او في الماتشات الاولانيه بتتحدد ملامح المسابقه. انت هتستنى لغايه امتى؟ وبعدين انت مستني ايه؟ ده في حاجات جذريه هتتعدل ازاي دي؟ الراجل بينه وبين اللعيبه حاجز، بينه وبين اللعيبه فجوه. في تقارير طالعه بتقول ان الراجل ده مش مختلط مع اللعيبه، ما بيتكلمش معاهم، يعني ما فيش اخذ وعطا، في كده عازل نفسه عن اللعيبه. والتدريب الصباح ده، طب ما اللعيبه جايز جدا تكون تعبانه،
يعني التدريب في الحر ده يعني هو مش يعني مش عايز يسكت، يعني مش عايز يقتنع. الله، طب ده هيتغير ازاي ده مع مرور الوقت يا كابتن خطيب؟ قرايه الماتشات هتتغير ازاي؟ التغييرات الغلط والتكتيكات الغلط هتتغير ازاي مع مرور الوقت؟ انت مستني ايه عشان يتغير؟ انت لازم تغير له مخه، تعمل له زي ما بيقولوا برين ترانسبلانت. يعني مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا يعني، بس يعني زرع مخ. انت لازم تعمله زرع مخ، عمليه زرع مخ. مخه مفيش. ده هيتغير ازاي مع الوقت؟ انا مش فاهم. برضه هرجع اقول تاني، اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، طريقه ادارتها طريقه اداره كوارث، اداره مصايب. يستنى لغايه لما المصيبه تحصل وبعدين يتخذ القرار. يبقى القرار دايما بيبقى متاخر وبعد ما المصيبه تحصل. زي ما برضه خرجنا من افريقيا، هو كان شايف الراجل مش هينفع، فسابه لغايه لما خرج من افريقيا وبعدين غيره. والمصيبه ان كولر كان متفاجئ، يعني هو فوجئ ان هو متغير. يعني انت عايز اكتر من كده ايه يا راجل؟ انا مش فاهم ازاي يعني العقليه دي يا كابتن خطيب. طريقه التفكير دي طريقه قديمه. لا الناس هم الناس، ولا اللعيبه هي اللعيبه، ولا الدنيا هي الدنيا، ولا الفلوس هي الفلوس. انت لسه ليه متبع طريقه قديمه ومتأنتكه، طريقه انتيكه ما يعني بيقولوا antiquated. يعني لا تمت للواقع بصله. انت مستني ايه عشان تحصل مصيبه تانية ان احنا لا ناخد دوري ولا ناخد افريقيا؟ تبقى برضه ما فيش فايده. انت بتدير انت لا تدير النادي، انت تدير ازمات النادي، انت تدير مصايب النادي اللي انت بتعملها، يعني اللي انت سبب فيها. ما خلينا بقى نتكلم بقى بصراحه. اللي بيعبد الخطيب يروح يعمل له تمثال ويسجد له. انا ما عنديش عزيز غير النادي الاهلي. ما فيش حد يطلع يقول لك الكلام اللي بيتقال هنا ده، لان ما فيش حد يجرؤ انه يهاجم الخطيب. يخافوا بقى لحسن الناس ما تتفرجش عليهم وتعمل والاشتراكات بتاعتهم تقل والكلام ده. انا ما عنديش الكلام ده. انا الحق اقوله، اداره ازمات واداره مصايب اللي بيختلقها هو اللي بيحاول يعالجها. يا جدع ما باينه قدامك الراجل مش هينفع. اللعيبه مش مستجيبه له. يعني ما فيش كيمياء بينه وبين اللعيبه. هتيجي مع الوقت ازاي دي؟ هي شخصيته كده، هتجيب له شخصيه جديده ازاي؟ ما بيحفزش، مش قادر يحفز اللعيبه. طب يعني واللعيبه منهكه واشتكت كذا مره ومفيش حد بيستجيب لها. اشتكت في يعني اشتكت من التدريبات البدري دي في عز الاياله. طيب ده هيتغير ازاي مع مرور الوقت؟ انا مش فاهم. فهمني كده. هتغير له مخه ازاي؟ هتغير له شخصيته ازاي؟ مفيش فايده. التغيير ده لازم يحصل، ويحصل دلوقتي. انت ما تستناش لما بيراميدز يتغلب او نغلب او نتنيل ب60 نيله، ولا تستنى لغايه افريقيا بعد على ما تستنى كمان شهرين يبقى خلاص. كل سنه وانت طيب. دول شهرين يعني كام؟ يعني 8 ماتشات يا راجل، 8 ماتشات. تستنى ازاي؟ ازاي تستنى لغايه الوقت ده؟ هتحاول تعالج ايه بقى؟ بتعالج ايه؟ خلاص ما الحصان مضروب في دماغه برصاصه. هتتعالج ايه بقى؟ ما خلاص خلصت. الله. ليه اداره الازمات دي؟ ليه الازمات دي؟ يعني انت مفتعل الازمه. يعني انت ضيعت علينا افريقيا السنه اللي فاتت يا كابتن خطيب. خلينا نتكلم بصراحه. انت ضيعت علينا بطوله افريقيا سهله جدا،
وبعدين مش كده بس، ده انت اديت البطوله وسلمتها تسليم اهالي لبيراميدز. دي مصيبتين في مصيبه واحده. وخلتنا يعني يبقى شكلنا منيل ب60 نيله في كاس العالم، لان انت ما عملتش تدعيمات. ولغايه دلوقتي ما خلصتش التدعيمات، يقول لك في يناير هجيب مش عارف ايه واجيب مش عارف ايه واجيب السبب. بتحط الناس الغلط في الاماكن الغلط. خد عندك دي، كابتن محمد رمضان كان عارف ان وسام عايز يمشي، وقال له استنى بعد ايه، بعد كاس العالم عشان انت بقى في ناس هتشوفك طب هل انت بلغت الاداره بالكلام ده ان الراجل ده عايز يمشي؟ هو قايل له قبل كده انا عايز امشي قبل كاس العالم. محمد رمضان كان عارف وسكت، ما قالش الكلام ده لاي حد تاني. يعني لو كان اتكلم كان حد قاعد معاه قبل ما يجي له اي عرض بقى ويرضيه بحاجه، قبل ما يجي، قبل مثلا قبل ما كان يا اخي ابتدوا يعني يبصوا على المهاجمين التانيين. كان عندك وقت. طب ده هل يصح؟ هل يصح؟ ما حدش عايز يتكلم على عقد مروان عطية. عقد مروان عطية اللي ضاع. عارف يعني ايه ضاع؟ يعني مش بس ما تسجلش، ده مش لاقيينه. فدلوقتي عايزين يقعدوا معاه ويجددوا له تاني والكلام ده كله. خلصوا له العمليه دي في يناير، العقد طار. الخطيب او كابتن الخطيب من امهر، اذا ما كانش امهر لاعب انا شفته في حياتي. واذا ما كنتش انت، اذا ما شفتش الخطيب وهو بيلعب يبقى انت ما شفتش كوره. في رايي انا حساسيه، وفي راجل فنان انا مش يعني سبحان الله ساحر. هو ده بقى فعلا الساحر الحقيقي. بس كمدير من افشل المديرين اللي في الدنيا. هو بياخد البطولات دي مش عشان هو شاطر في الاداره، لان الاهلي مؤسسه، مش عشان شطارته هو. ده بيعمل حاجات مصيبه، ده بيعمل مصايب، بيعمل مصايب اداريه. بس هيجي وقت وحظك هينتهي. هتعمل حاجه. انت دلوقتي قدامك يعني حلين، يعني قدامك حلين ايه؟ حلول كتيره. ده انت ممكن الجدع ده لو مشي يمسك عماد النحاس على طول. كابتن النحاس يمسك على طول. ماله؟ لما كابتن النحاس كان ماسك كان الفريق ماشي كويس. وبعدين عندك حسام البدري، ما تجيبه يا اخي. حسام البدري على فكره هو الوحيد اللي هيقدر يتحكم في النجوم اللي انت جايبها دي. ما هو انت ما تكونش جايب لي بقى ايه الخضار الطازه، وعندك كل السبايسز، كل البهارات الجميله، وعندك المش عارف ايه، وجايب لي بقى حاطط لي في مطبخ بقى جديد لانج وحاجات بقى بتلمع وتطوق ومش عارف ايه، وكله الكتروني. وبعدين جايب لي طباخ خايب مش عارف يشتغل، فتيجي تاكل الاكله تتفاها في وشه. هتصبر عليه لغايه امتى؟ هو في بوادر، يعني هو في امل حتى؟ يعني الغلطات اللي عنده دي غلطات ما يصلحهاش الزمن. يا كابتن خطيب بطل بخل بقى. انا حاسس ان انا بتعامل مع عم دهب بتاع مدينه البط بتاع زمان بتاع ميكي. بطل بخل يا راجل. يا راجل ده ربنا ما بيحبش البخل ابدا. ده البخيل بيخش النار. ده في ايه قرانيه والله هجيبها لكم. ولادك بتصرف من فلوسك انت. يا ريتك يعني ده يا نهار اسود. تخيلوا بقى الفلوس دي لو كانت بتاعته هو كان هيعمل فيها ايه؟ ده فلوس النادي ومش عايز يصرفها.
ده انت راجل على قلبك قد كده، ده انت واخد فلوس قد كده من كاس العالم. غير ريبيرو قبل فوات الأوان، وقبل ما الدوري يضيع، وقبل ما أفريقيا تضيع، وحتى مش هتاخد الكاس. وعلى فكرة الفريق اللي يتخاف منه السنة دي ما هوش الزمالك ولا بيراميدز. الفريق اللي يتخاف منه هو الفريق المصري البورسعيدي. وهي الزمالك طبعا بيكسب لان معاه الحكام والحاجات دي كلها والجدع. زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، اللي بيدير نادي الزمالك جهه سياديه، دي لوحدها مصيبه سوداء يعني. فطبعا يعني الجهه السياديه الكل في مصر يعني بيحاول يرضي البيه السيادي. انما انت مين واقف معاك بعد ربنا؟ جمهورك، وكل جمهورك وكل الناس اللي بتفهم. ما احنا كلنا بنفهم كوره دلوقتي، احنا ما احناش زي زمان. اوعى حد يقول لي انت مش عرفك وانت مش عارف ايه، زي الناس اللي بتطلع تقول لي انت بتشتغل ايه، انت مش عارفك، انت خبرتك ايه. لو ما تعرفش من طريقه كلامي انا خبرتي ايه، يبقى ما فيش داعي ان انا اقول لك انا ايه، ولا انك مش هصدقني. ده كلامي بيدل خبرتي ايه، وبفهم في ايه وما بفهمش في ايه. يعني سؤالك ده ينم عن انك انت بتفهمش، يعني انت ما فيش خالص، دماغك ممسوحه. انا بتكلم مش انا بتكلم على اللي بيسال الاسئله البايخه دي. الجمهور الاهلي كله جمهور واعي. يعني احنا كلنا غلط، الملايين دي كلها غلط وانت اللي صح. يعني ركبت دماغك في حكايه سيد عبد الحفيظ، واحنا لغايه دلوقتي بنعاني من الحكايه دي. ركبت دماغك في حكايه كولر، وضيعت علينا بطوله سهله، بطوله افريقيا سهله. ودلوقتي راكب دماغك في حكايه ريبيرو، وهيضيع علينا الدوري وفي افريقيا كمان. هو مين اللي هيحاسبك انت بقى كابتن خطيب؟ مين اللي هيحاسبك؟ وبأنهي عين عايز تنزل الانتخابات الجديده؟ تنزل الانتخابات الجديده ليه؟ ما تخلي حد غيرك بقى يمسك النادي. مش كفايه كده ولا ايه؟ ما انت ما هو انت لو اي حد تاني والله العظيم ثلاثه اللي كان النادي الاهلي او الاهلاويه كلهم هاجموا، والناس ما بتهاجمكش احتراما فقط ليك، انما انت اداء مفيش اداء. ما في يا راجل، ما انتش عارف تجيب مهاجم بقالك سنين، مهاجم عدل، ولما جبته الواد مشي. طيب فين التنبل اللي الاخصائي النفسي اللي عندنا ده، ولا المعد النفسي؟ ما يقعدش مع اللعيبه ويقول لهم انتوا مالكم في حكايته ايه، ولازم الحكايه دي تيجي من حد، من توصيه من حد تاني. ما هو مش شايف ان اللعيبه دي محتاجه اي حاجه؟ يعني مفيش خالص. بيعمل ايه هناك ده؟ اخطاء اداريه فجه، ومفيش حد بيحاسب. الكابتن الخطيب، عشان ما حدش يجرؤ انه يحاسب الكابتن الخطيب، لان شعبيته طاغيه، وده مربط الفرس، وده أس المصيبه. انا بكلمك دلوقتي يا كابتن خطيب، غير المدرب ده، غير عتبة بيتك، او غير عتبة بيتك. كفايه كده لغوصه، وكفايه كده لخبطه، وكفايه كده قرف. الراجل مش عارف يقرا لا ماتش، ولا عارف يغير، ولا عارف الاسلحه بتاعته يستخدمها ازاي، ولا عارف اي مصيبه ولا نيله في اللي خلفته. وانت لو انت مش شايف دي، وانت مش شايف، وانت وما تعرفش ان الاخطاء دي ما يصلحهاش الزمن، يبقى ما تنفعش تمسك النادي الاهلي. خلاص كفايه كده عليك.
كل سنة طيب، خلاص كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.